مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وعشان بكره العيد وكلنا بنيجي في العيد بنبقى محتارين نخرج ونروح فين. نبقى عايزين نخرج خروجات كتير ومعانا اجازه طويله 3 او 4 ايام. فانا في الفيديو جايبت لكم افكار حلوه كتير قوي. اول حاجه افكار لخروجات ببلاش لو انت معكش فلوس وعايز تخرج وتتبسط وتفرح ولادك، فانا هخرجك خروجات ببلاش. وفي خروجات متوسطه وعلى قد الايد هنصرف فيها مصاريف بسيطه، وفي خروجات بقى الحلوه اللي الناس اللي معاها فلوس وعايزه تخرج وتتبسط وتشيص كده وتدلع نفسها، فهنجيب لك برضو خروجات غاليه وحلوه. وفي نفس الوقت افكار لدي يوز لو انت عايز تقضي دي يوز ويوم كامل بره البيت وبسين واكوا والحاجات الحلوه دي كلها. فانت لو انت مهتم بالخروجات والفسح، فالقناه بتاعتنا دي بتاعت خروجات وسفريات والفسح، احنا موجودين عشان نسعدكم ونفرحكم. فلو اول مره تشوفني، ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده دعمكم لينا، وتنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في الفيديو. في شويه دقايق هجيب لكم مش اقل من 30 خروجه. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول حاجه هبتدي بيها عشان حبايبنا الكتير اللي بتحب نخرج خروجات بيعتبر ببلاش او مش هنصرف فيها غير مواصلاتنا. طب نروح فين يا مستر بشويه؟ اقول لك تروح عندك اول فكره طبعا سهله بتيجي على دماغنا كلنا، بس انا بفكركم بيها، هي المولات. اول حاجه ممكن نروح مول مثلا زي كايرو فيستيفال في التجمع. المول جميل ومفتوح، نقدر بالليل نشم شويه هوا حلوين، هناخد سيشن وصور جميله. في هناك نافوره راقصه، في هناك تخش تتفرج على محلات لبس، وفي كيدز اريا لو انت بقى عايز تخش كيدز اريا، في سينمات، في كل حاجه. وتقدر ان انت تتمشى، تقدر تاخد اكل معاك وتقعد في الاوبن اريا من بره كده وتاكل وتشرب، تتفرج على النافوره وتتبسط وتاخد صور حلوه وهدوم العيد وتتبسط خروجه جميله. طب ايه تاني غير كايرو فيستيفال؟ عندك برده في مول مصر، وعندك مول العرب في اكتوبر. مول العرب برده جميل ومفتوح، وفي مساحات حلوه قوي للتصوير وان انت تخرج وتغير جو برده وتتبسط وتروح مكان حلو قوي. مول الشهير قوي زي سيتي ستارز برده، سيتي سنتر الماظه، يعني حاجات كتير قوي المولات. فهي فكره حلوه ان انت تروح هتغير جو، مكان مكيف، هتتمشى وتاخد صور حلوه بلبس العيد الجميل، وتقدر تتبسط وتتفسح باقل تكلفه، او يعني يكاد مش هتصرف حاجه غير مواصلاتك بس كده. تاني حاجه معانا بقى في الخروجات اللي هي ببلاش، انت عندك الكورنيش. الكورنيش حاجه كده بتاعت ربنا خلقها عشاننا ان احنا نتمشى ونتبسط ونستمتع بالنيل. وعندك اجواء حلوه قوي من اول مظلات في الخلفاوي، ممشى اهل مصر، لو رحت الزمالك، لو رحت المعادي، كلها نيل واماكن حلوه، هنلاقي اضاءه جميله. ويا سلام بقى لو خدت معاك شويه ترمس، شويه لب، شويه سوداني، شويه شوكولاتات، شويه عصاير، اي حاجه من البيت تقدر تاخدها معاك. فانت هتروح هتاكل وتشرب وتتفسح وعيالك يلعبوا قدامك، او تقعد كده قاعده حلوه على النيل وتشم شويه هوا حلوين. وخروجه برده ببلاش، مالكش تلكيكه، مش هتصرف فيها اي حاجه غير مواصلاتك، وكلها حاجات هتاخدها معاك من البيت. تالت حاجه كمان في اولا اللي هي خروجات ببلاش دي، عندك وسط البلد. ممكن تنزل وتتمشى في وسط البلد، تروح شارع المعز، هتشوف تاريخ، اثار، تصوير وحاجات وقعدات حلوه والوان واضاءه مبهجه وحاجات حلوه قوي في العيد. فانت عندك الحاجات دي كلها، وسط البلد والتحرير والمعز برده، زي الكورنيش، زي المولات، زي الحاجات كتير قوي، شارع شبرا. اي حاجه انت عايز تنزل تخرج فيها تتمشى وتتفسح وتتبسط باقل تكلفه من غير ما تصرف اي حاجه. تاني نوع معانا بقى من الخروجات، فهي الخروجات على قد الايد، اللي هو هنصرف فيها شويه بس برده مش هنصرف قوي. لو انت برده على قد الحال، هنقدر ننزل نروح اي حدائق او جناين حلوه جدا بتبقى في الاعياد وبيعملوا فيها حفلات. زي ايه طيب يا مستر بشوي؟ هقول لك، لو دوست علامه الاي فوق برده هتلاقي فيديو مفصل جايب لكم فيه 10 حدائق حلوه قوي في مصر وفي القاهره وفي الجيزه. بس زي ايه برضه هختصرها لكم، في حديقه زي حديقه الازهر، دخولها ب 30 40 جنيه الفرد، هنشوف مصر كلها من فوق، وهنشوف جناين وحاجات حلوه كتير. في حديقه زي الحديقه الدوليه، رسومها 10 جنيه او ممكن في العيد تبقى ب 20 جنيه. حديقه زي حديقه ام كلثوم، حديقه زي الحديقه اليابانيه، في حديقه الطفل. حدائق كتير موجوده في مدينه نصر، في اكتوبر، في الجيزه. لو شفنا على علامه الاي هنلاقي برضه الحدائق دي بتفاصيلها. رسم دخول للحديقه بيبقى 10 20 30 جنيه بحد اقصى، 40 جنيه حد اقصى. يعني ميريلاند دلوقتي جددوها وظبطوها ب 30 جنيه دخول. هتخش هتلاقي كل حاجه انت عايزها، من قعدات انك تشم هوا، تاخد معاك برضه اكل وشرب وتقعد تاكل وتشرب وتتصور، وعيالك يلعبوا حواليك بالكوره، يلعبوا باي حاجه. فهي خروجه بسيطه، اسمك غيرت جو وما صرفتش غير 30 40 جنيه تذكره الدخول. وفي جوه برضه في الحدائق دي بيبقى في كيدز اريا، بيبقى في العاب برسوم بسيطه، 10 جنيه 20 جنيه اللعبه، بتبقى حاجات بسيطه جدا، ومنها خرجت واتفسحت
واتبسطت بخروج على قد الايد. برضو من سلسله خروجات على قد الايد غير الحدائق، فانت عندك حاجات حلوه برضو تقدر تروحها زي القلعه. ان انت لو رحت القلعه برضو رسم تدخلها حاجات بسيطه جدا وهتتبسط جدا. المتحف المصري لو منزلت التحرير، لو دخلت المتحف المصري هتصرف برضو تيكت بسيط جدا وتخش وتشوف اثار وحاجات جميله. المتحف القومي للحضارات الجديد برضو اللي في فسطاط حاجه جميله جدا، لو خرجت وديت الاولاد فيها حاجه جميله جدا. لو رحت برضو الاهرامات اهي برضو فكره حلوه، تذكره دخول بسيطه وهتخش وتتبسط وتشوف الاهرامات وابو الهول والحاجات الحلوه دي كلها. كمان لو عايز تصرف شويه ممكن تروح تاخد مركب نيليه، في مركب نيليه بالفرد وفي مركب في النيليه بالمجموعه. يعني انت مثلا لو دخلت مركب نيليه في المعادي او في المنيل او في الزمالك، او طبعا لو حاجه احن شويه هتنزل على الخلفاوي او المظلات او عند ممشى اهل مصر، هتلاقي مركب نيليه في تيكت الفرد بحاجات بسيطه، ممكن 30 40 50 جنيه على حسب حجم المركب. وكمان لو انتوا مجموعه مع بعضيكم ممكن تاخد المركب كلها ب 500 جنيه في الساعه، يعني الساعتين ب 1000 جنيه. لما تتقسم على 15 او 20 فرد هتلاقي برضه سعر الفرد حاجه بسيطه جدا. والمراكب النيليه من الحاجات الحلوه اللي بتاخدنا جوله كده في النيل، نسمع اغاني ونشم شويه هوا ونتفرج على منظر الميه، وبرضه ناخد صور وحاجات حلوه تذكاريه جميله جدا. فبرضه الخروجات النيليه ديت من الحاجات الحلوه قوي اللي على قد الايد، وبرضه خروجه 100 100. اما بقى لو عايز بقى تجربه فخمه بقى ومعاك فلوس وهنصرف شويه، فانت عليك بقى على شويه خروجات حلوه قوي. ممكن تنزل مثلا في يوم زي ما قلنا المولات ديت، تروح تخش فيها حاجه زي جرافيتي كود تتنطط وحاجه حلوه قوي. تخش مثلا حاجه زي سينما، بعد ما تخش السينما تروح تخش مطعم تاكل وتشرب وتنبسط. بعد الحاجات دي كلها ممكن مثلا لو انت مش عايز مولات ممكن تاخد بعضك وتنزل على الزمالك في مطعم هناك مثلا على شكل مركب اسمه الباشا. حلو جدا ان انت لو دخلت المطعم دوت بيقدم اكلات مختلفه، مطعم اكل فرنساوي، اكل ايطالي، اكل لبناني، اكل عربي، كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيه في المطعم دوت. ومنها برضو بتاخد صور حلوه وقعده حلوه في النيل، وبيعملوا حفلات وحاجات حلوه قوي في الاعياد والكلام ده. ممكن كمان تروح الملاهي، لو رحت حاجه زي دريم بارك في اكتوبر. دريم بارك التيكت بتاعها برضو سكه 100 200 جنيه او 250 جنيه، ما اعرفش في العيد بتبقى بكام بالظبط، بس تقدر تروح الملاهي وتاخد جوله حلوه كده وتعلي الادرينالين بتاعك. لو مش عايز دريم بارك وبعيد عليك، في الملاهي برضو قريبه شويه على اول طريق السخنه. في ملاهي كتير قوي موجوده في العبور اللي في الجيرولاند اللي في العبور، فعندك ملاهي حلوه لو انت عايز تعلي الادرينالين وتعلي شويه الالعاب وكده، فانت عندك ان انت تروح تجربه ملاهي. لو عايز بقى تجربه احلى واحلى تاخد حاجه روف توب كده، اللي هي المطاعم والحاجات اللي بتبقى عاليه، بتبقى على النيل في الزمالك وحاجات زي كده. في مطعم اسمه كريمسون في الزمالك، هو غالي شويتين بس تجربه تستاهل السعر بتاعها. في برضو بلو نايل على كورنيش النيل، برضو من الحاجات الحلوه قوي. لو نزلنا المنيل شارع العزيز ابو السعود، شارع جميل جدا، هنلاقي فيه مراكب كتير ومطاعم كتير قوي كلها على النيل، بتقدم وجبات حلوه وظريفه واوبن بوفيه وفقرات حلوه. فانت لو عايز تصرف شويه تقدر تروح هناك، هتقضي برضو وقت لذيذ جدا على النيل. لو عايز بقى تسيبك بقى من الخروجات الغاليه وتقضي بقى دي يوز، فانا عندي لكم شويه افكار دي يوز جامده جدا. في مثلا مكان اسمه سويس ان ده في اكتوبر. المكان ده سعر الفرد فيه بيتراوح من 500 ل 600 جنيه لدي يوز. بتخش تستمتع جوه بحمام سباحه، مساحات خضراء، قعدات حلوه، ومعاك وجبه. ده كله في مكان واحد، ده بيبقى حلو جدا. في التجمع الخامس لو رحت هناك في حته مكان اسمه توليب النرجس، ده برده لو دخلت رينج الفرد في الدي يوز بيتراوح من 700 ل 800 جنيه. بيديك برده حمام سباحه، بتستمتع برده بوجبه غدا، بيبقى فيه كيدز اريا للاطفال وقعدات وحفلات وحاجات حلوه كتير. في برده عندك هوليداي ان المعادي، فبرده بيستمتع بان انت من 800 ل 1000 الفرد في اليوم الدي يوز، بس بتستمتع بقى بحمامات سباحه، اطلاله على النيل، في اوبن بوفيه، برده خدمات ونظافه وحاجات حلوه كتير قوي. برده بيعملوا حفلات في الاعياد. لو انت برده عايز دي يوز في الحنين، فانت عندك اكوا بارك اللي في طريق مصر اسماعيليه. اكوا بارك معروفه، بتخش وتعلق ادرينالين واكوا بارك وحمامات سباحه وحاجات حلوه كتير. هتقضي اليوم كله الفرد في رينج 300 جنيه. فانت لو عايز تخرج ما تحرمش نفسك بالخروج، هتتبسط انت واطفالك واسرتك الجميله. اخرجوا في الاعياد، فرصه حلوه، اجازه، العيله كلها متجمعه. لو دوست على علامه الاي فوق دلوقتي هتلاقوا سلاسل كتير لاحسن خروجات في القاهره وفي الجيزه، مشاهداتها جابت ل 300 400 الف مشاهده، والتفاعل عليها عالي قوي من كومنتس ولايكات، والناس كلها مبسوطه منها ان هي خروجات حلوه. فانت لو عايز افكار تانية كتير بقى بالتفاصيل دوس على علامه الاي فوق دلوقتي، هيطلع لك كذا سلسله. لو اتفرجتوا عليها هتلاقوا اكتر من 100 خروجه تروحوا تخرجوا بيها، حاجات على قد الايد وحاجات غاليه جدا، كل واحد على حسب امكانياته. المهم ان احنا نخرج ونسافر ونتبسط ونتفسح. وما تنساش بقى لو انت شو اول مره تشوفني تعمل لايك للفيديو، لو مش اول مره برضو اعمل لايك للفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس لسه كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك. شكرا، سلام.